مساكم الله بالخير يا الربع كلهم باسمه، شلونكم؟ عساكم طيبين ومبطين عن السوالف الطيبة والغيمة إن شاء الله. سالفتنا اليوم عن الخوة، ولا تدرون اسمعوا السالفة شلون. هذه السالفة صارت بالجهرة عندنا بالكويت قبل يمكن يوم الجهرة 30 أو 40 بيت. يعني كانت الجهرة صغيرة وبيوت طين، حتى كهرباء ما فيه. تخبرون الفوانيس قبل، الفوانيس وسوالف الفوانيس قبل. وكان في رجال لحية غانمة، الرجال لحية غانمة يقال له خنيفس اللوذعي من الجبلان، من علوة، من قبيلة مطير العريقة. وهذا الرجال كان شباب نار ببيته، ورجال يكرم، ورجال لا جاء أحد من برا يلفي عليه، ورجال تخبرون ويلتفون حوله. أما جيرانه واللي حوله كلهم يجونه، واللي يتعنى من الكويت يجي يمه، ولا يجي يمه الثاني، لكن هو مدهل للرياجيل ولحية غانمة. واهل الجهار اللي حوله يجون عنده. الوكاد من ضمن الرجاجيل اللي تجي عنده مطر المصيريع، رجال لحية غانمة، ومن الرجال اللي محسوبة على الرجاجيل. وهذا يومي شغله يشبق هوا، أنت يا الجبلي، أنت يا خنيفس، ورجال لحية غانمة. ويجيه واحد من هالمقرد هالناس، قال له يا خنيفس احفظ حلالك، احفظ حلالك، بدال ما يروح يمين ويسار وانت بس تذبح وتقلط وما تخش لنفسك شيء. قال خنيفس لا يا فلان، لا تردني عن الطيب والكرم، هذا جيراني وانا احب اشب النار واحب الناس تجي عندي واحب ايه. هذاك مثل ما تقول يعني ناصحه او انه يغار ما تدري. لكن قال له يا خنيفس والله لو تصير عليك مصيبة من مصايب الدنيا فلا تلقى احد يقف معاك. قال لا ربعي رجال الحواتن غانمة، ومثل ما يقولون كثر الدق يفك اللحين. كرر عليها السالفة مرة ومرتين وثلاثة. قال والله لو تصير عليك مصيبة فلا حد يقف معك. قال تدري شلون؟ أنا ليه ما عاد أجربهم وأشوف ربعي منو اللي يصفالي ومنو اللي يطيح مثل ما تقول. ويروح أنت يا خنيفس ويذبحك الذبيحة ويوديها لمرته، قال اطبخيها عشاء. تخبرون قبل اللي صلى والعشاء خلاص ما في طلعة، كل ينكف ببيته لين يصلي الناس الفجر، عقب طلعت ترزق الله خلق الله. هذا يوم صار على صلاة العشاء، على صلاة العشاء هو يزرق الرجاجيل اللي يجونه، ويروح لأول واحد ويطق عليها الباب. أنت يا خنيفس من هو؟ افتح أنا خنيفس. فتح الرجال الباب. قال وش فيك يا خنيفس؟ قال أنا ابتليت بلوى، أنا ذبحت لي رجال بالديوانية واليوم ابتليت، تكفى يا فلان لا تخليني. قال لا والله يا خنيفس فكني، أنا مالي شغل بالمشاكل هذه كلها، تكفى يا اللحية الغانمة لا تخليني. قال أنا مالي شغل، دمك لا يمليني. وهو يسكر الباب ويدخل، ماله شغل بخنيفس. ويروح خنيفس للثاني ونفس الشيء، قال والله أنا تعبان يا خنيفس، هذه مصيبتك، أنا ما تمشي معي، ذابح لك رجال وجايني، وين الديرة محكومة وبن صباح ورانا والناس الطالب بعضها، ويمكن هذا له جماعة اللي انذبحته ابتلش فيه لا يبا. ويمرهم تقريبا كلهم. آخر واحد جاه مطر المصيريع الحربي، هو يطق عليه الباب. قال من هو؟ قال أنا خنيفس. وهو يفتح الباب. أنت يا مطر المصيريع؟ قال ها وش فيه يا خنيفس؟ قال أنا ذبحت لي رجال. هبوك سيف؟ قال والله ذبحته عندي بالديوانية، تكفى يا مطر يا المصيريع لا تخليني. قال أنا فيها حد درى أنك ذبحته؟ قال لا ما حد درى. قال فيها حد درى أنك ذبحته يا مهشول؟ قال لا ما حد درى، بالديوانية وذبحته بالديوانية. قال زين أنا بجي بس يسمونه الزبيل اللي يحطون فيها التمر بس نوع كبير. قال بجيب الزبيل وبجيب الفاس المحراثة الزرع
وبجيك يلا 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 بهالليل عشان بالظلمة عشان ما حد يشوف، وياخذ أغراضه أنت يا مطر المصيريع ويحطهن ويتوكل على الله وياه وهو وياه. ويوم فتح باب الديوانية ودخل أنت يا خنيفس ويدخل وراها أنت يا مطر المصيريع، يا صحن الذبيحة موجود على التمن وعلى العيش وعلى الشغل الزين، عاد ما أدري فيها أحد أو ما فيها أحد، ما لنا شغل. لكن يقول زعل أنت يا مطر المصيريع، قالت هزمني يا خنيفس، يعني تبي تجربني يا خنيفس؟ عيب السوالف هذه. هو يروح ويحب خشمه ويحب خشم مطر المصيريع. تكفى يا مطر، والله حدوني عليها الناس ومريت ربعي كلهم ولا وقف معي أحد إلا أنت يا مطر المصيريع، وأنت اللي تستاهل تقلط عليها والله. ويقلطون عليها ويتعشون هو اللي موجودين. وهذه سالفة مطر المصيريع وموقفها الطيب. فعلا يا جماعة ترى المسألة مي مسألة مخالفة مرورية، المسألة أنا ما ألوم اللي قالوا له لا والله دمك لا يملينا. يا جماعة جريمة قتل هذه، يعني ذبح، يعني في بشر راح، في إنسان مات. تعال ساعدني. شنو أساعدك فيه يعني؟ أشترك معاك بالجريمة؟ مصيبة. تبالها رجال يعني خلاص بايعتها، تقول إنك أنا معاك بالزين والشي، خلصت. مثل ما سوى الموقف الشهم المطر المصيريع، مو كل رجل يسويه هذا، اقسم بالله ان رايته بيضة وانه يستاهل المدح مني لين تقوم الساعة. هذه موقف رجال لبعضها. عجل انا متى ابيك وقت الرخاء؟ وقت الرخاء كلنا ربع، من اللي منقصة الدنيا واللي يقصاها كلنا ربع وحبايب. لكن الرجال ما تبين الا بالشدايد، الا بالمواقف الحرجة. والسالفة وجتكم، وإذا فيها قصور فقصورها منا حنا، أنتم ما منكم قصور وبيض الله وجيهكم ووجه مطر المصيريع. عاد هالحين خلاص هذه بديوانية ابن حمدان ابن مجلاد، عطينا السالفة كاملة. أنا مصدوم صراحة. دقيت على واحد من ربعي قلت له يا فلان أنا دعمت لي الرجال وطالبين علي بالمغفر كفيل وأبيك تجي تكفلني. قال والله اسمح لي. يا معود تعال. قال لا والله أخوي سعود اسمح لي ما أعرفك. يبا تعال. قال لا والله أنا رايح المطار هالحين يبا الناس توقف ويا بعض بأكبر من كذي، تعال. قال لا يبا لا يحوشك ما أجيك. والله شو تسوي فيه هذا؟ مسحت رقمه من أمه امسح خله. عز الله خيب أمالي، خيب أمالي حده. خلنا نشوفه بس، ده ما أشلخ شلاخ أنا أوريك.